السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز افضفض معاكم كده في فكره ما، في شعور ما اكيد يعني. الشعور ده انت ممكن تكون اتعرضت له في رمضان، او اتعرضت له بصفه عامه قبل كده، او ممكن تتعرض له بعد كده. فحابب اشارككم جزء من هذا الشعور علشان خاطر لما تتعرض له تبقى عارف تتعامل معاه ازاي. احيانا لما ربنا بيمن عليك بنعمه كده، نعمه طاعه، بالذات طاعه انت ما بتعرفش تعملها في المطلق العام. على سبيل المثال ما بتصليش اصلا، مش محافظ على صلاتك، فربنا يمن عليك في يوم ما بصلاه التراويح وتحس كده فيها لذه امانيات وخشوع كده. الاحساس ده انا ما حسيتوش قبل كده. او لو انت ما بتصليش تهجد فصليت التهجد وربنا من عليك في اليوم ده وتحس ان في فتح كده. اليوم ده انت كنت مش عايز الصلاه تخلص وبتجد لذه ومتعه في الطاعه. مش متعود، مش انا اللي استمتع بالطاعه، في حاجه غلط. انا حاسس ان انا مبسوط كده والدنيا حلوه، ولحد دلوقتي الدنيا تمام. لحد لما اليوم ده بيخلص، تنام وتصحى تحس ان نفسيتك مش ولا بد، بل بالعكس بتحس كمان ان انت في اليوم التاني ده مش قادر تبذل الطاعة اللي اتعملت امبارح، وفي نفس الوقت مش قادر تبذل نصها، وكمان مش قادر تجد نفس المتعة ونفس اللذة ونفس الحاجات الجميلة والشعور والمشاعر والإيمانيات اللي انت كنت بتستشعرها لسه امبارح. ايه اللي حصل؟ وكأن عدى سنة على هذه العبادة. انا في حاجة غلط حصلت. في الواقع سيدنا اللي حصل غالبا ليه اسباب كتير، بس في سببين انا اذكر او اظن يعني ان السببين دول ممكن يكونوا موجودين عند معظم الشباب اللي زي حالاتنا، اللي هم يعني ايه، مقصرين في هذه النوعية من الطاعات. وانا قصدي مش الشباب، قصدي الشباب الصغير والكبير، فعشان كده بكلمك حضرتك يعني دلوقتي. المهم، ده سببه ايه؟ سببه حاجتين. رقم واحد، عشان تتعلم درس مهم جدا جدا، ان انت لما بتوفق لطاعة دي مش مهارة منك ولا ذكاء منك، ولا عشان انت جامد، ولا عشان انت شخص مثابر وغيرك نايم في البيت وانت ما شاء الله اللهم بارك راح تصلي لوحدك وقاعد في المسجد لا خالص، وانما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عشان تتعلم ان دي نعمة انت مش بتقولها بلسانك، لا، نعمة انت بتقولها بقلبك. يعني وانت بتستشعر اللذة دي، او انت بتستشعر ان ربنا وقفك هنا وربنا قومك هنا في المكان ده، وانت قاعد تصلي وفي غيرك ممكن يكون نايم، انت مش بتبص للنايم نظرة الله العظيم ده انت فايتك يا اخي، لا خالص. ده انت تخاف ان النعمة دي تتسحب منك، فتبص لنفسك نظرة الخوف عشان تستشعر اللي انت فيه ده ايه؟ ده نعمة، فتخاف لا تتسحب منك. ده الشعور الاول، او دي النقطة الاولى. النقطة التانية، السبب فيما اظن يعني ان دايما الانسان لما بيعمل طاعة هو مش متعود يعملها في المطلق العام، بيخيل اليه وبيظن ان هيخرج من هذه الطاعة شخصية مختلفة جدا، هيتغير 180 درجة، فمرة واحدة بطل كل الذنوب اللي في الحياة وهيبقى حد صالح مصلح، وغالبا هيعمل كل الطاعات اليومية بلذة. لما يجي يصلي الظهر هيلاقي نفسه كده، نفسه بتقومه تقول له يلا بقى احنا رجال صالحين، هيروح بيهفهف كده على الظهر، مش عايز يبطل صلاة، والعصر مش عايز يبطل صلاة، والمغرب مش عايز يبطل صلاة، والعشاء مش عايز يبطل صلاة، وتاني يوم مش عايز يبطل صلاة. هو ده الاعتقاد اللي جاله في اليوم ده، ان نفس المشاعر دي هتفضل تجيله طول الوقت وهتدفعه دفع كده للعبادة وللفرائض. وإذ بيه يكتشف ان اليوم التاني لا، ده بالعكس، ده رجع زي الاول من حيث المشاعر، مشاعره عادي جدا. وهو بيصلي الظهر بيصلي بالعافيه، وهو بيصلي العصر بيصلي بالعافيه، وهو بيصلي المغرب عمال يفكر في الفطار ده لو ما كانش فطر الاول، ولو هو بيصلي التراويح بتاع التاني يوم بيصلي عادي، سرحان في معظم التراويح. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدنا هنا ان دايما احنا بنقع في فخ بعد الطاعه اللي احنا مش متعودين عليها، ان احنا بنتخيل ان احنا هنتغير 180 درجه. لا، القلب احيانا لما بيكون متصنف تصنيفة معينة، فانت مثلا مش متعود على طاعات بالشكل ده، او انت خلينا نقول، احنا مش هنتكلم عليه وعليك، هنتكلم على شخصية وهمية قلبه هو من كتر الحاجات الغلط اللي هو ممكن يكون عملها، فقلبه بقى نسبة السواد فيه اكتر. طيب النهاردة ربنا كرمه بطاعة ما عملها، ايه اللي هيحصل؟ هينكت في قلبه نكتة ايه؟ بيضاء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النكتة البيضاء دي مش معناه ان هي اتغلبت على الاسود، فلازم يتقبل وهو بيعمل الطاعات ان هو يعمل ايه؟ خلي بالك حياتك ما اتغيرتش 180 درجه،
شخصيتك العاديه هترجع عادي. بس انت هتعمل ايه؟ دورك انك تثابر، ومش كل الايام هتجد اللذه والمتعه والخشوع ده. المهم ان انت تعمل ايه؟ انت مش بتعبد عشان تجد اللذه، انت بتعبد عشان انت مأمور بالعباده. فانت بتعبد، اللذه جت تمام، ما جاتش انت عارف ان قلبك لسه محتاج شغل، لسه ممكن يقعد له سنه يتصلح عادي، مش مهم. فعلشان ما تقعش في الفخ، لان كتير مننا لما بيقع في الفخ ده يفتكر ان ايه، ده انا امبارح ده كان يوم كده بقى، ده انا كده ما قبلتش بقى، كده في حاجه غلط، ما هو انا بقى كده مش هصلي الا لما يجي لي شعور نفس الشعور اللي انا حسيته. فيقع في هذا الفخ، فيعمل ايه؟ فيبطل الحاجات والطاعات اللي هو بيعملها، لدرجه انها ممكن توصل للفرائض ويسيب الفرائض بسبب ما انا مش لاقي المتعه اللي انا لقيتها قبل كده. فيا صديقي اوعى تقع في هذا الفخ. ولو انت ما جالكش الشعور ده فالحمد لله، ولو جالك وعدى عليك فانت تبقى فاهم، عشان ما تفتكرش ان في حاجه غلط وان انت شخصيه كده، لا، وان انا في حاجه غلط انا عملتها. زي ما انا بقول لك كده، لو مريت بهذا الشعور فغالبا يبقى يجي في دماغك هذا، او يجي في دماغك الشعورين دول. خلاص، ودردشه كده وفضفضه، قلنا نفضفض معاكم شويه، والسلام عليكم.